السلام عليكم. أهلا بيكم في قناة منوعات بيبة. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جاية لكم بفيديو جديد، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا هيكون عبارة عن ايه النهاردة بقى كده يا حبايب قلبي. عازمة أهل جوزي، حماتي بقى واخوات جوزي وسلفاتي وكده. فيلا بينا بقى نشوف هنعمل العزومة ازاي النهاردة وهنبدأ بايه. اول حاجة كده يا حبايب قلبي، معايا فراخ غسلتها كويس وفضلت بقى انقعها كده بمية بليمون وملح وخل حوالي ساعة، وبعدين بقى غسلتها بمية كده وصفيتها من المية كويس، وبعدين جيت بقى كده بدأت ان انا اعمل فيها فتحات بالشكل ده. الفراخ دي هنتبلها عشان هعملها كده مشوية، وهعمل لها فحم برضو كأنها مشوية على الفحم، وبجد كان طعمها تحفة. ان شاء الله جربوا الطريقة وهتعجبكم. بعمل لها بقى فتحات كده بالشكل ده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنا بقى كده يا حبايب قلبي هنبدأ بقى نعمل لها التتبيلة بتاعتها. معايا بقى فلفل وبصل وتوم وطماطم ومعلقتين كده من الصلصة. هنبدأ بقى كده يا حبايب قلبي نضيف كده على الطماطم والحاجات اللي انا قلتها دلوقتي دي البهارات. معايا كده بهارات شوي، وطبعا كمية البهارات دي على حسب كمية الفراخ اللي موجودة معانا. حطينا بقى بهارات شوي، وهنحط كمان كمون، وهنحط كمان بهارات فراخ، وكمان السبع بهارات، وفلفل اسود، وبابريكا، وهحط كمان كزبرة بس مش هكتر من الكزبرة، حاجة بسيطة كده. وهحط كمان قرفة، وبرضو حاجة بسيطة من القرفة مش هنكتر. عاوزاكم بقى تجربوا الطريقة دي يا حبايب قلبي وتقولولي رأيكم فيها ايه، بجد هتعجبكم جدا. وحطيت بقى كده كوباية مية، وهبدأ بقى ان انا اضرب المكونات دي كلها كويس مع بعضها. بعد بقى يا حبايب قلبي ما ضربنا كده المكونات كلها مع بعضها كويس، هبدأ بقى اضيف كده علبتين من الزبادي. الزبادي بقى بيخلي الفراخ معانا طرية كده وبيعطيها برضو طعم جميل. هضيف برضو زيت يا حبايب قلبي. الزيت برضو بيخلي الفراخ تاخد معانا لون حلو، وبرضو بيخليها طرية معانا. وهضيف خل.
يبقى كده ضفنا الزبادي وزيت وخل. برضو هعطيلهم برضو كمان ضربة كده، وهضيف كمان ليمون. بعد بقى ما جهزنا الخليط بتاعنا كده، هنبدأ نضيف التتبيلة على الفراخ بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. التتبيلة بجد ريحتها جميلة جدا يا حبايب قلبي، وكانت الفراخ طعمها جميل جدا. هنقلب بقى الفراخ كده في التتبيلة كويس، ونخلي قطعة كده، كل قطعة من الفراخ متغلفة بالتتبيلة كويس. هنا بقى كده يا حبايب قلبي كنت تبلت الفراخ كويس، وغلفتها كده بستريتش، وحطيتها بقى في التلاجة. سبتها في التلاجة، وقلت بقى يلا بينا نبدأ الخطوة اللي بعد كده. التتبيلة اللي عملتها للفراخ اللي قبل كده هي التتبيلة اللي موجودة معايا يا حبايب قلبي، بس هضيف عليها هنا معلقتين كده من دبس الرمان. معايا بقى فرخة كده هتبلها برضو، بس هضيف بقى للتتبيلة دبس رمان بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. الدبس رمان مع التتبيلة دي بيخلي طعم الفراخ برضو جميل جدا. انا حبيت بقى ان انا انوع كده في الاكل. عملت فرخة مشوية كده بتتبيلة وغيرت فيها وفي طعمها، والتتبيلة التانية هخلي برضو الفراخ فيها مشوية برضو بالفحم كده، وطعمها كان جميل. هنا بقى نزودت على التتبيلة معلقتين من دبس الرمان ومعلقتين من الصويا صوص، وهقلب بقى التتبيلة كويس كده مع بعضها، عشان نتبل الفرخة دي بالتتبيلة القمر بتاعتنا دي. احنا بقى يا حبايب قلبي كده هنبدأ نضيف التتبيلة دي على الفرخة بتاعتنا، وهنتبلها برضو من تحت الجلد كده. وانا عاملة برضو في الفرخة دي فتحات كده يا حبايب قلبي. ندخل بقى من التتبيلة دي كده تحت الجلد بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. هنا بقى كده يا حبايب قلبي بعمل فيها فتحات برضو. انا كنت عاملة فيها بس حبيت ان انا ازود فيها الفتحات عشان اضمن برضو ان هي تتشرب من التتبيلة كويس جدا، وتدخل كده في كل الانسجة بتاعة الفرخة بتاعتنا بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. في الوقت ده بقى كده يا حبايب قلبي كانت سلفتي الصغيرة كانت جت وبقى وقفت معايا كده وكانت بتساعدني. ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها يا رب. غطيناها برضو كده بورق استرتش، وهنحطها برضو في التلاجة يا حبايب قلبي، ويلا نشوف هنعمل ايه بعد كده. معايا بقى كده لحمة مفرومة يا حبايب قلبي، هنبدأ بقى نعمل كفتة. معايا كده شبت وكزبرة، ومعايا بصلة مفرومة ناعم، على توم، على فلفل. كل ده متقطع ناعم جدا او مفروم في الكب.
هنضيف كده على اللحمة المفرومة البصل والثوم البصل والثوم والفلفل بالشكل ده كده، وهنضيف كمان شبت وكزبرة بس مش هناخد كل الكمية دي. هنا بقى يا حبايب قلبي كده هضيف على اللحمة بتاعتنا كيس من خلطة الكفتة، وهضيف برضو كده بقسماط حوالي معلقتين كده مش هكتر، وهضيف برضو بيضة، وهنضيف بقى فلفل اسود كده يا حبايب قلبي. هنا بقى سلفتي كانت واقفة معايا بقول لها هاتي كذا وكذا وكذا، وكانت واقفة بتجيب لي يعني. ربنا يبارك فيها يا رب. وضفنا بقى السبع بهارات، وكمان ضفنا بهارات من الشوي. دي خلطة كده بتيجي من عند العطار، اسمها بهارات شوي، بهارات مشاوي يعني. وضفنا بقى الملح، وطبعا الملح حسب الكمية وحسب الرغبة. هنقلب بقى المكونات دي كويس كده مع بعضها لحد ما الكفتة بتاعتنا تعمل كده أنسجة كده، وهنشوف كده دلوقتي مع بعض يا حبايب قلبي. هنا بقى كده سلفتي كانت بتحط لي كده بيكنج باودر عشان ايدي ما كانتش نضيفة. حطينا كده حوالي برضو حاجة بسيطة كده من البيكنج باودر، ده بيخلي الكفتة معانا مش مكتومة، وبيخليها برضو حلو. شايفين بقى يا حبايب قلبي لما نلاقي الكفتة وصلت وعملت الخيوط دي كده، يبقى كده وصلنا للنتيجة المطلوبة. هنا بقى طبعا يا حبايب قلبي المفروض نحط الكفتة بتاعتنا في التلاجة شوية عشان تبقى سهلة معانا كده واحنا بنصبعها. بس انا بقى كنت مطلعاها اصلا من الفريزر، كانت متلجة وفكت من التلج واستخدمتها على طول، فكانت ساقعة اصلا، ما كنتش محتاجة ان انا احطها في التلاجة. معايا بقى كده زيت كده، وهبدأ بقى لو احتجت ان انا اخد من الزيت ده هاخد، وما لو ما احتجتش مش هاخد عادي. هبدأ بقى ان انا كده اصبع الكفتة بتاعتنا واجهزها بالشكل ده كده. يبقى كده عملنا ايه لحد دلوقتي يا حبايب قلبي؟ عملنا فراخ متبلة هنشويها بطريقة كده وهنفحمها كأنها مشوية على الفحم، وتبلنا برضو فرخة بتتبيلة تانية، وبرضو هنشويها وهنظبطها كده وهتطلع برضو ان شاء الله جميل. وبنعمل دلوقتي كده كفتة اللحم. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي اللي وصل معايا لحد هنا، ما تنسوش تضغطوا اللايك وتقولوا لي بقى كده رأيكم في الكومنتات. هكمل بقى كده الكمية ويا حبايب قلبي وهرجع لكم. هنا بقى بالشكل ده كده بعد ما كملت الكمية بالشكل ده كده، شايفين بقى الكفتة بتاعتنا ما شاء الله شكلها جميل جدا ازاي، وكمان طعمها كان احلى. وبرضو هقول لكم عملتها ازاي دلوقتي. هنحطها بقى في التلاجة ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا بقى كده يا حبايب قلبي كنت هعصج لحمة عشان هعمل جلاش باللحمة المفرومة ومكرونة بالبشاميل. هنا بقى معايا كده حطيت في الكبة بصل وفلفل، بصل وفلفل كده كمية حلوة وفرمتها كويس. طبعا في الوقت ده بقى كنت اللي هو بقى عندي عزومة متوترة، وكانت بقى في الوقت ده هتلاقوني حتى اللبس متغير. كانت حماتي جت بقى واختي واخت جوزي
وكانوا جم بقى، وكنت انا بقى مستعجلة وعاوزة ان انا اخلص بسرعة واحط الاكل يبقى جاهز على الفطار على طول، ما كنتش متأخرة. هنا بقى يا حبايب قلبي كده حطيت سمنة وضفت اللحمة بتاعتنا كده. اول ما السمنة ساحت، طبعا ممكن نحط زيت، زبدة، اي حاجة عادي الموجود. هنبدأ بقى نقلب في اللحمة كده لحد ما تغير اللون بتاعها ده بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. هنا بقى كنت طلعت الفراخ من التلاجة وغلفتها كده بورق زبدة وورق سلوفان وحطيتها في الفرن. طبعا كنت بقى مش لاحقة ان انا اجيب معاكم كل التفاصيل بالظبط، فحاولت على قد ما اقدر كده ان انا اجيب لكم التصوير على قد ما اقدر يعني. هنا بقى ضفت على اللحمة بتاعتنا بعد ما غيرت لونها كده بالشكل ده، ضفت عليها الفلفل والبصل بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. يبقى كده بقى عشان ما نتوهش مع بعض، احنا كده حطينا الفراخ بتاعتنا في الفرن. كنت حطيت الفراخ كلها، الفرخة اللي انا عاملاها لوحدها والفراخ اللي انا عاملاها قطع برضو، كله كان في الفرن. هنا بقى كده بنعصج اللحمة يا حبايب قلبي بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نحط لها البهارات بتاعتها. حطيت لها كده 7 بهارات، السبع بهارات. وكمان حطيت رشة من القرفة، وحطيت لها ملح، وكمان فلفل اسود. ونقلب بقى كده كويس يا حبايب قلبي. وبرضو في الوقت ده كانت حماتي دخلت وقفت معايا وما سابتنيش، ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها ويخليها لنا يا رب ويحميها لنا من كل شر. ادعوا لها بقى دعوة حلوة كده يا حبايب قلبي. وحطيت كمان بابريكا، بتضيف للحمة بتاعتنا برضو لون حلو وطعم جميل. وهضيف لها برضو كده معلقتين من الصلصة بالشكل ده كده. وهنقلب بقى. طبعا بقى يا حبايب قلبي انا عامله معاكم قبل كده المكرونه البشاميل في فيديو لوحده، وصوص البشاميل عاملاها معاكم من الالف للياء في فيديو لوحده، لو حابين ترجعوا له ارجعوا له. بس انا هنا بقى كان الوقت بيجري، ما كنتش عارفه اجيب معاكم تفاصيل قوي. كنت سلقت المكرونه وعملت صوص البشاميل وبجهزها كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. وكمان حماتي بقى حبيبه قلبي، ربنا يبارك فيها يا رب، كانت بتعمل صينيه الجلاش باللحمه المفرومه. جهزتها كده وكانت بتحط بين كل طبقة وطبقة سمنة، وكان معاها سمنة على زيت بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. هنا بقى كده يا حبايب قلبي كان خلاص الوقت، كان خلاص، فجهزت بقى الاكل كده وقدمته بالشكل ده كده. كنت عملت بقى رز بسمتي بالشكل ده كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين معايا. وكنت عملت سمبوسك بالجبن. عملت كده تشكيلة جبن على بعضها. هو ما عملتهاش يعني، انا كنت جايباها ميكس جبن، كان كيس جاي جاهز كده اللي هو الحمد. عملت بقى سمبوسك كده بالشكل ده. وعملت الرز البسمتي، وبرضو عملت الكفتة حطيتها في صينية ودخلتها الفرن، وبعد ما استوت كويس حطيتها تحت الشواية كده اخدت لون جميل. وحطيت بقى صينية المكرونة البشاميل برضو، وما خلصت طلعتها بقى قطعتها وقدمتها بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. وبرضو حطيت الجلاش وقدمته برضو بالشكل ده كده. وعملت طبعا يا حبايب قلبي عصير مانجا وعصير برتقان وعصير عناب. كنت عملت العصير بقى من بدري كده وحطيته في التلاجة. وده بقى شكل السفرة بتاعتنا بتاعة العزومة بتاعة اهل جوزي يا حبايب قلبي. قولولي بقى رأيكم ايه في الكومنتات، وبعتذر لكم اني معرفتش اصور معاكم كل حاجة بالتفاصيل. إيه كان الوقت بجد جرى مني، وانا كمان ما كنتش مجهزة من بالليل. بس طبعا بقى الحمد لله لحقت ان انا اخلص كل حاجة في الميعاد بالظبط الحمد لله. إيه طبعا يا حبايب قلبي مفيش احسن من اللمة، ربنا يجمعنا في الخير دايما يا رب. وكان والله العظيم يوم جميل جدا. إيه ان شاء الله يتكرر دايما. هنا بقى كده ده طبق بقى الكنافة والقطايف. إيه الطبق ده طبعا ما نقدرش ننساه في رمضان، كنت مجهزاه كده لبعد الفطار. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تقولوا رأيكم ايه في الكومنتات.